تسمع عن التريجر فينجر؟ التريجر فينجر لما بيكون في مشكلة في الاي 1 بولي بتلاقي ان العقلة الأخيرة في الصابع بتنزل ما بتطلعش. ليه قلت لك العقلة الأخيرة ما قلتش الانترفينجن جوينت الموجود على مستوى الصمب؟ لأن هو ممكن يحصل في أي مكان. هو أشهر مكان ليه بالفعل هو الثumb، ولكنه مش المكان الوحيد. لكن أنا جاي النهارده أقول لك إن مش كل حاجة بتطرقع تبقى تريجر فينجر، لأن أنت ممكن تلاقي الصباع اللي في النص نزل لتحت ما بيطلعش، وتيجي ترفعه يعمل زي سناب عشان يطلع. هل ده معناه ان لازم يكون تريجر فينجر؟ الحقيقه لا. ليه؟ في حاجه تانية لازم تكون اورينتد بيها، ان في هيستوري واكزامينيشن لازم تعمله للعيان. فانت لو لقيت مثلا الوتر بتاعه دورزالي بيتزحلق من مكانه، عشان كده نزل ما بيطلعش غير لما بتيجي ترفعه يقوم يعمل سناب، فمش كل حاجه بتطرقع تبقى تريجر فينجر. الموضوع هنا ساجيتال باند انجري. الساجيتال باند موجوده على الام سي بي جوينت، لما بتتقطع ويحصل لها ديستربشن ممكن يحصل سبلكسيشن الاكستنسور تندن اللي كان محطوط في النص، وتلاحظ ان هو نزل ما بيطلعش غير لما انت ترفعه بنفسك. على نفس الام سي بي جوينت من الناحيه الفولر هتلاحظ ان فيه هنا هو الاي 1 بولي. الاي 1 بولي لو كان فيها ثيكنينج او التندون حاصل فيه نوديول، ساعتها هيحصل الاصبع الزنادي او التريجر فينجر. ساعتها هتلاقي بيحصل الكليك، ان انت تلاقي التندون حصل فليكشن ما بيطلعش غير لما سناب. وهنا المشكله في الاي 1 بولي هتتعالج من ان احنا نعمل ريليز للاي 1 بولي. لكن بالنسبه للسيجنال باند انجري هيكون الحل مش ان احنا نعمل ريليز، ده هي اساسا ريليز فحصل سبلكسيشن. فساعتها هيكون الحل ايه؟ انك انت هتعمل ريبير. في فرق كبير ما بين السيجنال باند انجري ما بين التريجر فينجر، رغم ان الاثنين حاجتين بتتني، ولكن لما بيجي يتفردوا يعملوا ممكن اسنان. مش كل حاجه بتطرقع تبقى تريجر فينجر. التريجر فينجر ممكن يبقى كونجنتال ممكن يبقى اكوايرد، لكن بالنسبه للسيجيتال باند هي اكوايرد بس. ايه الفكره فيها؟ ان السيجيتال باند مقطوعه، دي ممكن تبقى اوبن ممكن تبقى كلوز. لو هي كلوز انا متفق معاك انك انت مش هتحتاج انك انت تفتح عشان تعالجها، ولكن لو عدى عليه اسبوعين ومفيش فرق ساعتها هتحتاج انك انت تحطه في قائمه مرتقبه انك انت تعالجه جراحيا. ولكن لو كان اوبن تيك كير بقى، عشان المنطقه دي زون 5 على مستوى الاكستنسور. في المنطقه دي في الاغلب بتكون 5 بايت، حتى عضه في المكان دوت وراح قطع له السجدال باك. في الاغلب التندون بيكون سليم، اقل من 50% مش هتصلحه، اكتر من 50% من السيركمفرنس بتاعه ساعتها هتعامل ان هو توتال كير. ولكن لازم تبص على السجدال باند. ولكن تيك كير، لما انا قلت لك هيومن بايت هي اشهر اصابه في المكان دوت. فايت بايت، انت اديت بالبوكس راح اللي قدامك عضك، وما شاء الله الخناقات اليومين دول يعني بقت حاجه مضحكه، ويعني ضاعت هيبه الخناقات بتاعت زمان، بوكس قدام بوكس، لا بوكس قدامه عضه، انا مش فاهم. فساعتها العضه دي انت هتعمل لك انفكشن، فانا مسامحك لو انت استنيت لحد ما الانفكشن ده يروح. انت هتستنى لحد ما يحصل هيلينج وبعد كده تتعامل معاه. فارجوك ميز ما بين التريجر فينجر ما بين سيجيتال بان ديسربشنز. التريجر فينجر كونجنتال واكوايرد، اشهر صباع على الثumb، العلاج بتاعه اي 1 بولي ريليز، الاثنين على مستوى الام سي بي جوينت. الساجيتال باند انجري على مستوى الام سي بي جوينت على زون 5 في الاكسنسور. اكتر صباع بيحصل فيه الميدل فينجر، ممكن يبقى اوبن ممكن يبقى كلوز. اشهر اصابه دي بتكون الفايت بايت. ولو كان اوبن ساعتها تيك كير، هو كان فايت ولا كان بايت. لو كان فايت تعامل معاه، لو كان بايت هتحتاج انك انت تستنى لحد ما الانفكشن يروح بعد كده تتعامل معاه. ولو كان كلوز ما تستجابش ليه كونزرفتيف ساعتها تعمل معاه. المهم مش كل بيطرقع يبقى ايه تريجر.